شبابنا الغالي، السلام عليكم. علاش استعملت كلمة غالي؟ لأنكم في عمر أبنائنا وأبنائنا طبعا اللي يمكن يكونوا إلا غاليين. من نهار السبت اللي فات ولدنا كتعيش على وقع احتجاجات شبابية أو ما يسمى بحراك جيل زي. الاحتجاجات اللي كانت مليئة بالدروس، التعبير الحضاري والسلمية عن مطالب مشروعة، وفي تشبث بالثوابت والمكتسبات ورموز الوطن، كتعكس الوعي الكبير اللي كتميز به هذا الجينيراسيون زي. الصحة، التعليم، الشغل، الكرامة هي من الحقوق ماشي فقط المشروعة بل الأساسية لكل مواطن. حتى واحد فينا ما يمكن ليه يتالف عليها او يتزايد عليها. هنا كاين فيكم وبزاف الاخوان كيسولوا علاش ما كانش تفاعل فوري مع الاحداث وبقيتوا ساكتين مادام انتم كتشوفوا بان مطالب هاد الشباب هي مطالب مشروعه. وكاين اللي مشى بعيد وقال كنا غنبقاو ساكتين بلا ما يهضروا. الجواب بسيط، عرضوا ربيه والاخوه في حزب الحركه الشعبيه فضلنا ننتظروا اولا تفاعل الحكومه مع هذا الحراك الشبابي لانها هي المعني الاول بهذه المطالب. وبكل صدق كنا كنتمناو يكون تجاوبها معكم تجاوب ايجابي عكس تعاملها معنا تجاهلها مطالبنا واي اقتراح او اي مبادره منا كمعارضه. قلنا يمكن بعد خروج الناس للشارع يمكن تفاعل لان هذا حق هذا الشباب وكذلك هو واجب على الحكومه التواصل مع المواطنين خصوصا في وقت الازمه. مزيان. ثاني حجه، ما بغيناش يبان اننا كنحاولوا الركوب على الموجه او ندخلوا في منطق المزايدات. ابدا، احنا حزب وطني كنامنوا الوطن وكنمارسوا معارضه مواطنه ولن نقبل على انفسنا المزايده او الشماته حيث هذه ماشي اخلاق الحركه الشعبيه. من بدايه ولايه هذه الحكومه ماشي مره ماشي جوج نبهنا الحكومه وحذرناها من الاختلالات اللي كتعرفها قطاعات حيويه بلادنا ولقينا ناقص الخطر. وقلنا في مرافعاتنا في البرلمان وفي لقاءات كثيره ان هناك احتقان اجتماعي مقلق بسبب الغلاء وتدهور القدره الشرائيه وخوصة الخدمات اللي بداتها الحكومه في قطاعات بحال الصحه والتعليم. يكفي وان تسجيل الرقمنه دخلوا الصفحات ديالنا وعلى قنوات اليوتيوب وغادي تفاجئوا بحجم المرافعات والتنبيهات اللي كنا كنوجهوا للحكومه. وكنت قلت مناسبات عده وهذه قناعه انه الحمد لله عندنا ملك حكيم وشعب صبور. اكدت عليها بزاف مع التحذير من استنزاف صبر المغاربه خصوصا وان المغاربه ما طالبين شي حاجه خطا ابدا. ورحنا شفنا احتجاجات سابقه، الناس كتخرج كطالب طبيب مدرسه بطريق وفئات مهنيه كطالب بالانصاف والعداله، وفي المقابل كانت هذه المطالب كتواجه بالصمت من الحكومه ولا صمتها مستفز وفيه الكثير من التعنت والاستهانه بالرسائل اللي كانت كتبعثها هذه الاحتجاجات الغير محيكله واصبحت كتوسع مع الوقت. وهذا الشيء بحينا وحنا كننبهوا ليه وقدمنا حلول بحال عار غير اسم. شبابنا الغالي، السلام عليكم. علاش استعملت كلمه غالي؟ لانكم في عمر ابنائنا وابنائنا طبعا اللي يمكن يكونوا الا غاليين. من نهار السبت اللي فات ولدنا كتعيش على وقع احتجاجات شبابيه او ما يسمى بحراك جيل زي. الاحتجاجات اللي كانت مليئه بالدروس، التعبير الحضاري والسلمية عن مطالب مشروعه، وفي تشبث بالثوابت والمكتسبات ورموز الوطن، كتعكس الوعي الكبير اللي كتميز به هذا الجينيراسيون زي. الصحه، التعليم، الشغل، الكرامه هي من الحقوق ماشي فقط